في الدنيا اللي بنعيشها لازم نفهم كويس قوي ان الحاجات اللي بنسعى اننا نحققها مش هتجيلنا على طبق من ذهب، ومن غير ما نتعب ونبذل مجهود، ومن غير ما نقاتل بشراسة في بعض الأوقات عشان نوصل لتحقيق النجاح. اللي بيسلم نفسه لذكريات فاتت، واللي استسلم لهواجس عقله وراحة جسمه، عمره ما هيفوز بالنجاح، وهيعيش طول عمره على التمني. لازم يكون عندك طاقة تدفعك لقدام، لازم يكون عندك عزيمة تحركك في اتجاه هدفك، لازم تبص لفوق وتعلي سقف طموحاتك، وهتوصل على قد عزيمتك وطاقتك وإنجازك، وقبل ده كله بتوفيق الله عز وجل. دايما التغيير بيبدأ من نفسك، انت الشرارة الأولى ونقطة البداية، وانت اللي تقدر تحدد ماهية حياتك وأفكارك. ربنا عز وجل أخبرنا في كتابه الكريم بأن التغيير بيبدأ من داخل الإنسان، من نفسه أولا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. بإمكانك إنك تصنع من نفسك إنسان ناجح أو إنسان فاشل يلوم الحياة والظروف. من إمتى كانت العقبات بتقف سد مانع في سبيل تحقيق النجاح؟ ما قريتش سير العظماء؟ ما سمعتش أخبارهم؟ وهل النجاح ليه متعة من غير تحطيم العقبات، من غير ما تجمع كل الصعوبات والعقبات وتعمل منها سلم يوصلك للمجد؟ المطلوب منك إنك ما تتكلمش كتير بدون داعي، وما تعلقش فشلك على شماعة الآخرين والظروف، أو إن الحظ مش معاك. بمجرد ما تنفض عن نفسك الكسل والتواكل، وتملى نفسك بالحماس والشغف لإنجاز العمل اللي بين إيديك واللي عايز تقوم بيه، كل ما قربت من النجاح أكتر. فالأشخاص الناجحة حياتهم مليانة بالأمل والثقة بالنفس والعزيمة اللي ما بتخيبش والإرادة اللي ما بتنكسرش. وقديما قيل: همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء، فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. قوم اتحرك، مستني ايه؟ القرار قرارك، يا تنجح يا تكمل نوم. وأشوفكم على خير في فيديو جديد، ولكن قبل ما اسيبكم بطلب منكم تسيبولي في التعليقات أكتر حاجة استفدتوها من الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير لأصحابكم لو حاسين إن المحتوى ممكن يفيدهم. ولو حابين تتابعوني اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله وحفظه.